خناقة بيراميدز والزمالك بعد ما كانوا اخوات وولد عم وحبايب. كانوا بيقولوا لك انا وابن عم على الاهلي وانا والاهلي مش على حد. بيراميدز مصري وبيلعب باسم مصر، لكن الاهلي بيلعب باسم الكونجا كاف، بيلعب باسم اي دولة، بيلعب باسم تونس، بيلعب باسم الجزائر. ده الاهلي اصلا مش مصري. فالمهم اتجمعوا على الاهلي طول السنه ودلوقتي بيراميدز راح خابط الزمالك في مقتل. هتقول لي ازاي؟ الزمالك كان متفق مع محمد شريف انه مخلص معاه، وان محمد شريف هياخد مقدم عقده اللي هي اول سنه، يعني هياخد الراتب بتاع اول سنه في العقد ايه مقدم تعاقد. فجاء المهم الزمالك بيراميدز يا باشا دخل في الصفقه. طبعا محمد شريف كان هياخد اول سنه تعاقد، كان هياخدها يعني اول سنه في العقد كان هياخدها كاش، ده مقدم تعاقد. فطبعا لما وكان هيقسط الباقيين، فطبعا وكان موافق. طبعا لما دخل بيراميدز محمد شريف قال لك لا انا هاخد اول سنه مقدم تعاقد وعايز ضمانات، عشان بيراميدز هيدفع الفلوس وفلوس الصفقه كلها كاش. انا جاني العقد كله كاش من بيراميدز. طب ده قصه محمد شريف واتمرد على الزمالك. نخش في مين؟ زين الدين بالعيد. طبعا كلنا عارفين ان زين الدين بالعيد كان قريب جدا من الاهلي، والزمالك كان عامل ان ياخد محمد شريف وزين الدين بالعيد ردا على صفقه احمد السيد زيزو. ولكن حبيبي، ولكن زين الدين بالعيد دخل في بيراميدز برضه، دخل في الصفقه بيراميدز وبوظ الصفقه على الزمالك. زين الدين بالعيد طبعا الاهلي اللي سابه بعد ما الاهلي حاول يزود عدد الاجانب وترفض، والاتحاد المصري لكرة القدم رفض الطلب بتاع الاهلي بتزويد عدد الاجانب. فالزمالك كان دخل في الصفقة وكان هياخد عقد 75 مليون جنيه. فلما جاء الاهلي ترفض طلبه انه يزود عدد الاجانب، فبالتالي الاهلي بلغ بالعيد انه مش هيقدر يمضيه في الوقت الحالي، او مش هيقدر يتمم الصفقة في الوقت الحالي. فتدخل الزمالك وخلص الصفقه، كانت تقريبا خالصه، ما فضلش الا انه يمضي على 75 مليون جنيه. اغبط دخل بيراميدز في الموضوع وبوظ الصفقه. في لاعب تاني من جنوب افريقيا برضه كان متفق معاه الزمالك ومخلص القصه، وبيراميدز دخل في الصفقه وبوظ الدنيا، وبرضه بيفاوض اللاعب. طبعا الثلاث لاعيبه دول اتمردوا على الزمالك بسبب تدخل بيراميدز في الصفقات. المهم حبايب قلب اخوكم، ما تنسوش الشير واللايك والمتابعة والصلاة على النبي في تعليق ويلا. المهم حبايب قلب اخوكم، ده القصة كاملة. بعد ذلك كله تمام، الزمالك بعت فاكس رسمي لبيراميدز بيقول له ارجوك سيبنا في حالنا وسيبنا ناخد صفقة. فبالتالي بيراميدز ما ردش على الفاكس وعمل عبيط. سلام عليكم.